مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية يلقي كلمة في اجتماع كوريا إفريقيا الوزاري. بطولة سباق الدراجات وماراثون أسمر هذا الشهر. الإريتريات من إيطاليا يزورن مواقع التنمية في دكة محاره. 17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب. مشروع قرار أوروبي يدين عدم تعاون إيران بشأن تحصيل اليورانيوم. وفوز كبير لمرشحة اليسار لتصبح أول رئيسة للمكسيك. السلام عليكم ورحمة الله. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح كلمة أمس 2 يونيو في الاجتماع الوزاري التمهيدي لاجتماع قمة كوريا إفريقيا توضح موقف إريتريا في مختلف القضايا. وقال إن العلاقة بين كوريا وإفريقيا تعود إلى 70 سنة، ومع ذلك ورغم وجود أهداف مشتركة لتحقيق التطور سلكتا مسارات مختلفة، وتمثل القمة الكورية الإفريقية لعام 2024 فرصة لسد الفجوة بين قارتين. وأوضح بأن إفريقيا التي تمتلك 60% من الموارد الطبيعية في العالم وتقف اليوم عند منعطف حاسم، ومن الضرورة لدى الأفارقة استغلال هذه الإمكانات بشكل كامل لضمان ازدهار ورفاهية شعوبها. وقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من مواردها الغنية لصالح شعوبها. وذكر بأن إريتريا إدراكا لأوجه عدم المساواة والتحديات العالمية القائمة تتبع نموذجا تنمويا يتماشى مع قيمها ومتطلباتها الوطنية الفريدة، ارتكازا على التعليم وتنمية القدرات البشرية. ولتحقيق ذلك تقوم بتعبئة الموارد المحلية بالاعتماد على الذات، موضحا استمرار إريتريا في رسم طريقها التنموي الخاص على أساس سيادة القانون وموقع التجارة البحرية المهم، رغم مواجهة التهديدات والأعمال العدائية المستمرة التي تنظمها قوى خارجية تسعى إلى تأكيد مصالحها. وقال الوزير عثمان صالح إننا نعتقد أن هذه القمة ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو رسم استراتيجيات مشاركة من خلال تسخير خبرة جمهورية كوريا في تنشيط بنيتنا التحتية وشبكات النقل والبناء والهندسة، إلى جانب التبادل الديناميكي للمعرفة التي ستعزز بشكل كبير من قدرات القوى العاملة لدينا بأحدث المهارات والتقنيات. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد دخلي استكمال الاستعدادات لتنظيم بطولة إريتريا لسباق الدراجات وماراثون أسمرة. وأوضح في التصريح الصحفي الذي قدمه بأن ماراثون أسمرة سينظم في 9 يونيو، وبطولة إريتريا لسباق الدراجات من 13 وحتى 15 يونيو. وقال السفير زمدي إن ماراثون أسمرة بدأ بإمكانات داخلية واكتسب طابعا دوليا، مضيفا أنه من المتوقع تنافس الرياضيين من أوغندا وكينيا وجنوب السودان بقوة مع الرياضيين الإريتريين في سباق هذا العام. وذكر بأن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 6000 دولار، وقد تم إعداد جوائز مالية إجمالية بحوالي 16,000 دولار. وأوضح بأن بطولة إريتريا للدراجات ستبدأ في 13 يونيو بسباق ضد الساعة، وتنتهي في 15 يونيو بسباق الطريق. وقد بدأ الدراجون الإريتريون المحترفون بالقدوم إلى البلاد للمشاركة في البطولة. وقال إن الحدث له أهمية كبيرة لأنه سيوفر للرياضيين المحليين فرصة الحصول على منح دراسية. وأوضح المفوض زمد دخلي أن البطولتين ستبدأان من ساحة الفاتح من سبتمبر وتمر عبر الشوارع الرئيسية في أسمرة. ودعا ممثلو الاتحادات الوطنية لسباق الدراجات وألعاب القوة المتفرجين على توخي الحذر في تحركاتهم خلال السباق لضمان سلامتهم وسلامة المتنافسين. هذا وسينظم في يوم سباق ماراثون أسمرة سباق 10 كيلومترات للسيدات وسباق بارا أولمبيك، إلى جانب بطولة الدراجات سيجري سباق بارا للدراجات، وسيتم بث ماراثون أسمرة وبطولة الدراجات الإريترية على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الإريتري وإذاعة صوت الجماهير الإريترية.
قامت 40 امرأة قدمن من إيطاليا بزيارة مديريتي قالا نفحي ودكمحري يوم 31 من مايو برفقة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفا ميكائيل. وزارت الأمهات مقابر الشهداء في لامزة سحرتي ودكمحري التي يجري بناؤها بطريقة حديثة من قبل أفراد قوات الدفاع، وقدم لهن شرحا حول البرنامج وتوضيحا مصحوبا بالصور بشأن برامج التنمية الجارية. وأشاد قائد القيادة الوسطى العميد تخلق فلاي في اللقاء الذي حضرته وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول قبرهاب، أشاد بالمساهمة القوية للأمهات الإريتريات في إيطاليا في مرحلة الكفاح المسلح، ودعا جميع المواطنين للمساهمة في برامج التنمية التي تنتظم البلاد. وشكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفا ميكائيل الاستقبال الحار من القيادة الوسطى، منوهة إلى أهمية العمل المنسق لتعزيز مساهمة إريتريا والإريتريين في المهجر. وأعربت السيدة برهات سقيد القادمة من إيطاليا عن سعادتها للمبادرة المتخذة لبناء مقابر الشهداء، مؤكدة الاستعداد الدائم اليوم أيضا كما الأمس لتقديم المتطلبات. وشهدت المناسبة حفلا فنيا أقامته فرقة إقرمخل الفنية. يقدم مستشفى حزحز المرجعي الإقليمي مساهمة كبيرة من حيث النوع والانتشار بالاستفادة من معداته وموارده البشرية المهنية التي يتسلح بها وفقا للمدير الطبي للمستشفى. وذكر الدكتور تسفا سلاسي إيوب أن المستشفى أدخل بالإضافة إلى الخدمات العادية أدخل منذ عام 2017 خدمات علاجية نفسية وعلاج طبيعي وطب العيون والقلب، موضحا بأن ذلك ساهم كثيرا في تخفيف الضغط. وقدم توضيحا مفصلا للأمراض التي تنتشر لدى الأطفال ما فوق سن الخامسة وما تحتها ذلك، وتجري متابعة دورية لمرضى السل وضغط الدم ومرض السكري وفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وقال السيد انقسوم طعامي صيدلي وتقني في المستشفى إن معظم الأدوية متوفرة في المستشفى بفضل توفير الحكومة للأدوية المناسبة. نظم في الفترة من 18 وحتى 30 من مايو المنصرم أسبوع الشباب والطلاب في مديرية مصاوعة. تضمن الأسبوع الذي شارك فيه طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية تضمن مسابقات رياضية وثقافية وتعليمية وفنية وجناح الأزياء والسمينارات. وشكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوع السيد داوود تخلوم في المناسبة، شكر مشاركة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والجهات الأخرى، وشدد على أهمية العمل المنسق لتنشئة شباب يتحلون بقيم المجتمع. وذكر مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد بإقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف أن هذا الأسبوع هو مواصلة للأنشطة المماثلة المنظمة في جميع أنحاء الإقليم منذ 26 من إبريل، وهدف البرنامج تقييم وتقوية أنشطة الشباب على شكل مسابقات وتعزيز ارتباط الشباب بعيد الاستقلال. وقدمت في الختام الجوائز للفائزين والشهادات التقديرية لمتلقي دورة العلوم الاجتماعية. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية بارنتو دورة تدريبية ل3 أشهر ل30 امرأة في إعداد مكمل غذاء الأطفال. وأعرب مسؤول المكتب في مراسم التخريج في 29 من مايو عن ثقته لإسهام المتدربات في إعداد طعام مغذٍ من المنتجات المتواجدة في محيطهن. وقالت مسؤولة الاتحاد في إقليم الكشبركة سيدة يحدق يوهنس إن العديد من النساء يكتسبن القدرات المهنية التي ستحدث تغييرات إيجابية في معيشتهن. من جانبه أثنى حاكم إقليم الكشبركة السفير محمود علي حروي مبادرة الاتحاد الوطني للمرأة إدراكا لأهمية وفوائد التدريب، ودعا المتدربات للاستفادة الجيدة من المعرفة التي اكتسبنها والسعي لنقلها إلى الأخريات. عقدت سيمينارات لطلاب مديرية دباروة لرفع الوعي ومكافحة الجرائم والمخالفات. ركزت السيمينارات التي عقدت من 13 من فبراير وحتى 31 من مايو على تقوية العلاقة بين الشرطة والشعب، حيث دعا قائد مركز شرطة مديرية دباروة السيد بأمنة كبروم لتعزيز دور الشعب. وعدد الجرائم والمخالفات المرتكبة والخسائر في الممتلكات في النصف الأول من عام 2024.
ودعا المشاركون إلى استمرارية أنشطة التوعية في أوساط الشعب عامة والطلاب خاصة. على الصعيد النفسي، عقدت الشرطة في مديرية حلحل سمينارا في ضاحية ملبسه حول القانون ومكافحة الجريمة. وقال قائد مركز شرطة مديرية حلحل الرقيب حصل الله محمد أمين إن الشرطة تعمل على مكافحة الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة. من جانبه أوضح مسؤول التحقيقات الجنائية سلمون أبرهة إن المعرفة بالقانون ستسهم في تجنب ارتكاب الجريمة والتعاون الكامل مع الشرطة. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بسقوط قتلى في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع في محيط حلب. وقال المصدر العسكري أن القصف الإسرائيلي أسفر عن قتلى وخسائر مادية. جهتها قالت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري أن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون في هذا القصف الإسرائيلي. وبحسب مصادر محلية فإن من بين المواقع المستهدفة معمل لصهر النحاس قرب بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي. قرر الأوروبيون التحرك على صعيد الملف النووي الإيراني مع طرحهم خلال الأسبوع الحالي مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية، فإن برنامجها يواصل تقدمه. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% ومراكمة مخزوناته التي تتزايد باستمرار. وخلال الاجتماع الأخير في مارس الماضي، أعدت لندن وباريس وبرلين نصا قبل أن تتراجع بسبب نقص الدعم من واشنطن. فازت مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباون بانتخابات الرئاسة في المكسيك بفارق كبير عن منافستها اليمينية لتصبح أول رئيسة للمكسيك، وفقا لاستطلاع آراء الناخبين الذي نقلته وسائل الإعلام. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد إنكول أن شينباوم حصدت 57.8% من الأصوات، متفوقة بفارق واسع على السيناتورة السابقة المنتمية إلى يمين الوسط سوتشيل غالفيز التي حصلت على 29.1%. وجاء المرشح الوسطي خورخي ألفاريز ماينز في المرتبة الثالثة. وأكدت استطلاعات أخرى عقب الانتخابات التي جرت فوز شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو سيتي السابقة بدون تقديم النسبة المحددة التي حصلت عليها. وشهدت الانتخابات في المكسيك أعمال عنف، حيث دعي 98.3 مليون ناخب مسجل لاختيار أول رئيسة للبلاد. شهدت الهند ما يقارب 25 ألف إصابة بضربة شمس، ولقي العشرات حتفهم بعد موجة حارة عبرت البلاد على مدى أيام عدة في الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، بحسب بيانات حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية. وكان شهر مايو الماضي الأسوأ بالنسبة للمنطقة، حيث بلغت درجات الحرارة في العاصمة نيودلهي وولاية راجستان القريبة منها ما يقارب 50 درجة مئوية. من جانب آخر، عانت أجزاء من شرق الهند من تأثير إعصار رمال، في حين تسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد في وفاة 14 شخصا. وفيما يتعلق بالانتخابات العامة التي انتهت مؤخرا في الهند، توفي ما لا يقل عن 33 شخصا بمن فيهم مسؤولون في الانتخابات نتيجة للاشتباه بإصابتهم بضربة شمس في ولايتي أوتار براديش وبيهار وأوديشا. ختاما لنشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين. وزير الخارجية يلقي كلمة في اجتماع كوريا إفريقيا الوزاري.
بطولة سباق الدراجات وماراثون أسمرة هذا الشهر. الإريتريات من إيطاليا يزورن مواقع التنمية في البحر. 17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب. مشروع قرار أوروبي يدين عدم تعاون إيران بشأن تخصيب اليورانيوم. فوز كبير لمرشحة اليسار لتصبح رئيسة للمكسيك. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.